نفسك تعملي طريقة حلوة للبسارية بدون ما تقليها وعايزة تعمليها صينية؟ تعالى اقولك بقى على طريقة حلوة هتدعولي عليها. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش تدعموا الفيديو. وعايزة رأيكم بأمانة بعد ما تشوفي الفيديو. بصي جامدة جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنجيب البسارية بتاعتنا بننضفها ازاي يا شيماء؟ بنجيب البسارية اللي انتوا شايفينها دي، اقطع راسها بالبطن بتاعتها، بتطلع معايا بكل سهوله. انتي بتشيلي الراس البطن بتاعتها بتطلع معاكي. وهكمل البسارية بالطريقه دي، وبغسلها كويس جدا وبشطفها واقوم حطاها في قلب مصفى تصفي خالص من الميه اللي فيها. اجيب صينيه واحط فيها معلقه زيت كبيره، واقوم جايبه بصلايه مفرومه، وبعد ما الزيت بيسخن جدا اقوم حطاها واسيبها تدبل. انا مش عايزاها تصفر، انا اسيبها بس تدبل، تشوح بس لحد ما تدبل. وبعد كده بضيف عليها الفلفل الاخضر بتاعنا، فلفل مفروم، عندك فلفل الوان حطي. عايزه اقول لكم الطريقه دي يا بنات خطيره، هتوديلك الصينيه البسارية في حته تانية خالص. عايزه اقول لك هتدمنيها، مش هتعملي غيرها. بصي بقى، بعد ما دبلت الفلفل برضو بالشكل ده، احط فص توم مفروم في الوقت ده، وهحط توم كمان. وعندي هنا طماطم انا مطلعاها من التلاجة، حطيتها لحد ما تتسبك معايا بالشكل ده. وفي المرحله دي بقى اعمل ايه؟ بتبل ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، وعايزه اقول لك وبابريكا كمان، وانسي بقى. وبعد كده بحط برضو توم، بحط فصين توم مفرومين كمان اهو اللي انتوا شايفينه ده. وعايزه اقول لك بقى تسيبيها تتسبك كويس جدا. وبعد كده بعمل ايه في المرحله دي بقى؟ تشيلي نص التسبيكه اللي احنا عملناها علشان اقول لك تعملي بيها ايه. انا في المرحله دي ما شلتش، وحطيت البسارية بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بقى مش عايزاكم تعملوا زي ما عملت كده، ان انا حطيت البسارية كلها مرة واحدة وقلبتها. لا، ما ينفعش ان انا احط البسارية كلها واقلبها. بسيب نص التسبيكه، والنص التاني بعد ما اضيف البسارية اقوم حطها على وش البسارية واحطها في قلب الفرن بقى. بصي لحد بس ما ايه، وشها كده ياخد لون، لان كده كده البسارية بتاعتنا ما بتاخدش سوا، والطماطم كمان كانت مستويه. عايزه اقولك بقى مش هتنسي حلاوتها، والطريقه دي هتدعولي عليها. عايزه اقولك طريقه من الاخر، والطعم والريحه استحاله تقليها بعد كده. عايزه اقولك هتعتمديها على طول. ما تنسيش بقى تدعمي الفيديو واعملي شير ولايك علشان الكل يستفيد.